إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، وجعلها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا ابن آدم، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. واعلم يا عبد الله أن البر لا يبلى، وأن الإثم لا ينسى، وأن الديان لا ينام. واعلم يا عبد الله أنك متى وجدت تكديرا في حال فانظر إلى نعمة ما شكرت أو زلة قد فعلت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كف الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. التقوى الواعظون بها كثير، والعاملون بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، إخواني الكرام، لقد تألم العالم الإسلامي بأكمله، وانتفضت الشعوب غيرة على نبيها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فإن السحر ينقلب دائما على الساحر، فالغرب الكافر يريد أن ينال من حبيبنا وقدوتنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم، وهم يظنون أنهم عندما ينالون منه يضعف أتباعه ويقل من يتبع سنته صلى الله عليه وسلم. والله لو علموا أن العالم الإسلامي سوف يغضب هذه الغضبة، وسوف يتألم، وسوف ينتمي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقدموا على ذلك. فلذلك نقول، وهذا السؤال الذي ينبغي لكل مسلم صغير كان أم كبير، ذكر أم أنثى،
رئيس أم مرؤوس، قوي أم ضعيف، غني أم فقير، ينبغي أن نعلم علم اليقين أننا إذا أردنا أن نثبت للغرب الكافر أننا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم فلنتبع سنته صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله جل وعلا قد كفاه المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، إن شانئك هو الأبتر، يعني الأقطع. ولكن ماذا تقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي فاعلة؟ وماذا يترتب على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتباعه اجتناب نواهيه وفعل أوامره صلى الله عليه وسلم؟ جاء عند البخاري أن نوح عليه السلام يسأل: هل بلغت أمتك؟ فيقول: بلغت. فتسأل أمته فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول له ربه جل وعلا وهو أعلم به: من شاهدك؟ من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، محمد وأمته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن من أحب أمتي إلي قوم لم يروني. فأبشروا أيها المؤمنون وأملوا بمحبتكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: يا رسول الله، والله إني لا أحبك من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى من نفسك. فقال: يا رسول الله، والله إني لا أحبك أكثر حتى من نفسي. انظروا كيف يحبونه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره، فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكنني أحب الله ورسوله. فقال البر الرحيم بهذه الأمة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس: والله ما فرحنا مثل فرحنا بهذا الحديث. إخواني الكرام، لابد أن نختبر أنفسنا وأن نتساءل عن محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكما قيل:
بالمثال يتضح المقال. لو أن أحدنا نزل به بلاء بل أصيب بمرض عضال، فإنه يفتش ويسأل عن طبيب حاذق، فإذا قيل له أن هذا الطبيب في مشارق الأرض أو في مغاربها لقطع الفيافي والأميال ولجلس بين يدي الطبيب، فلو أمره الطبيب ونهاه لقال سمعا وطاعة. فكيف بطبيب القلوب صلى الله عليه وسلم؟ إذا أمرنا أو نهانا هل نقول سمعا وطاعة كما نقول لطبيب الدنيا، مع أن طبيب الدنيا تشخيصه تشخيص ظني، ونبينا صلى الله عليه وسلم تشخيصه تشخيص قطعي، وما ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أخرج الترمذي وأحمد وصحح هذه الرواية، بل حسنها الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان واقفا أمام الصحابة فيقول لهم وهو قابض بيده هكذا: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بها أو يعلمها لمن يعمل بها؟ قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد 5 فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. لنا وقفات سريعة لضيق الوقت مع هذه الوصايا. أولها عرض جميل من الداعية للمدعو: من يأخذ عني هذه الكلمات؟ تحفيز لأخذ هذه الكلمات. ثم مبادرة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ما التفت يمينا ولا شمالا يفتش من يقوم بهذا المقام، لا، بادر وقال: قلت أنا يا رسول الله. جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال في امرئ إلا دخل الجنة. في رواية غير مسلم أنها حدثت لأبي بكر قبل صلاة الفجر. انظروا للمبادرة في فعل الخيرات. ثم قال: أخذ بيدي، تلطف، أمسك بيد المدعو وقال له: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ليست التقوى أن الإنسان يقوم الليل ويصوم النهار ويخوض بين ذلك ولا يرى الذنب إلا كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. واتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إن من يتق الله البطل الشجاع المقدام الذي يخاف الله، والجبان الذليل المهان الذي يعصي الله. وإنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين إن ذل المعصية لا يفارقهم أبدا، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. والله جل وعلا حرم المحرمات وأباح المباحات، فمقل منا ومستكثر
يقول ابن القيم: جمع الله جل وعلا المحرمات كلها في هذه الآية في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كل المحرمات جمعت في هذه الآية، فإن نجوت منها فأنت الناجي وأنت الموفق. ثم قال: وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارضى بما قسم الله لك من الصحة والعافية والولد والمال والوظيفة والبيت والدابة وفي كل شيء. ارضى عن الله تكن أغنى الناس. ليس الغنى كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، كما عند البخاري وكما في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. واعلموا عباد الله أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وتقدموا أيها الإخوة حتى يجدوا مكانا من هم في الخارج داخل المسجد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الوصية الثالثة: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. كم من المسلمين ممن يظنون أنهم يقتدون بسيد المرسلين يؤذون جيرانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن تلك المرأة كثيرة الصيام كثيرة القيام قالوا: يا رسول الله، هي تصوم وتصلي وتؤذي جارتها، قال: هي في النار. وسألوه عن المرأة الأخرى المقصرة المفرطة قالوا: يا رسول الله، هي قليلة الصيام قليلة القيام وتحسن إلى جارتها، قال: هي في الجنة. يقول أحد الصحابة: بعد أن فرغنا من الصلاة جاء رجل فأمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم الساعات الطوال، فقلت: من هذا الذي شق على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فعندما انصرف قلت: يا رسول الله، من هذا الذي شق عليك؟ وكما تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أمسك الرجل بيده لا يكون أولهما انفصالا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كان يكرر له الساعات الطوال: يا محمد، أوصيك بالجار، فإذا أردت أن تختبر إيمانك فانظر إلى إحسانك إلى جارك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الرابعة: وأحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما. دليل: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، دليل على الإسلام محبة الخير للغير، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذه الوصايا: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والله أيها الإخوة، لو كان المقام ليس مقام جمعة لطال بنا الحديث، ولكن لا نريد الإثقال على العباد الذين يرجون ما عند الله. لكن أذكركم من كانوا البارحة القريبة يضحكون ويمرحون ويغنون، ومن كانوا يصلون على الهادي البشير وتنزل دموعهم تأثرا وبكاء، وكذلك يكثرون من الاستغفار. فشتان، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أما الغرب فإن صياحهم ونباحهم على قدر الألم الذي يجدونه. أعياهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما طعن في دينهم كلما تمسكوا به أكثر.
فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نشرب من حوضه ومن يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها. اللهم واجعلنا ممن يتبع سنته ويأتمر بأمره وينتهي عن نهيه صلى الله عليه وسلم. اللهم واجمعنا به في جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم من تألم لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أصيب به عرضه، اللهم اجعل ذلك رفعة له منازل في الجنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.